الاهلي يقهر زعيم اسيا قدام 60,000 مشجع اهلاوي، ويا عيني على العين اللي كان لا حول ليه ولا قوه قدام النسر الاهلاوي. هنحتفل بليله تاريخيه من ليالي الاهلي العظيمه، وبطوله جديده تدخل خزائن بطولات النادي الاهلي مع الباش لعيب في حلقه جديده دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك عزيزي المشاهد. وقبل ما نبدأ حلقتنا لازم كلنا نصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وما ننساش إخواتنا في غزة من دعانا، ربنا ينصرهم بإذن الله نصر عزيز مقتدر. ولو عجبتك الحلقة تدعمنا بشير ولايك للفيديو وكمان سبسكرايب للقناة، ويلا بينا. من يوم ما عرفنا إن العين جاي لاعب الأهلي في بطولة الانتركونتيننتال على كاس 3 قارات اللي جايه من ضمن بطوله الانتركونتيننتال اللي تبع الفيفا، البطوله اللي دخلت مكان كاس العالم للانديه او اللي شبه كاس العالم للانديه بس بنظامها الجديد. البطوله الاول كانت مجمعه، الفرق كلها بتلعب بعضها في دوره مجمعه، لكن البطوله دلوقتي بقينا نشوف تصفيات. العين صفى مع اوكلاند سيتي وجاء تأهل ان هو يلاعب الاهلي في القاهره، والاهلي بفوزه على العين بيتأهل لملاقاة بطل الامريكتين في قطر في كاس اسمها كاس التحدي. من يوم ما عرفنا بقى ان العين جاي يلاعب الاهلي، والواحد بصراحه حاطط ايده على قلبه. العين فريق قوي جدا، شعبيته طاغيه جدا في الامارات، قدر السنه اللي فاتت ان هو يفوز على فرقه من اقوى فرق اسيا وهو الهلال السعودي، فاز بنتيجه كبيره جدا، وقدر ان هو يحقق فوز تاريخي بالنسبه للعين لانه قدر ان هو يكسب الهلال السعودي في السعوديه وفي الامارات. واللي زاد الطين بله بقى وخلانا حاطين ايدينا على قلبنا قوي المستوى اللي شفناه من مارسيل كولر ولاعيبه النادي الاهلي قدام الزمالك في السوبر الافريقي، وقدام سيراميكا بعدها على طول في السوبر المصري. والمستوى اللي احنا شفناه من الاهلي خلانا كلنا خايفين جدا مواجهه العين الاماراتي، اللي طبعا بالامكانيات اللي عنده والفلوس اللي عنده كواليتي اعلى من اللي موجود جوه النادي الاهلي، لكن الاهلي ما بيعرفش المستحيل. وشفنا كولر غير كولر اللي شفناه في السوبر الافريقي قدام الزمالك. كولر رجع كولر تاني اللي احنا عارفينه، وقدم مباراه رائعه جدا تكتيكيا قدام العين الاماراتي، وقدر ان هو يحجم كل خطوره العين ويتسيد المباراه في وان سايد جيم بالنسبه للنادي الاهلي. كولر عمل ميكس جميل قوي في الضغط. كولر اعتمد على ضغط عالي في اول مباراه عشان خاطر يستغل الاخطاء الدفاعيه اللي موجوده في خط دفاع العين، واللي بالمناسبه هو اضعف خط موجود في فريق العين. فريق العين عنده خط هجوم قوي جدا وخط نص الى حد ما مميز في صناعه الاهداف وفي كمان استرجاع الكوره، لكن اضعف خط عنده هو خط الدفاع، وعنده مشاكل كتيره قوي فيه. والدليل على كده ان العين استقبل في اخر مباراه ليه اسيويا قدام الهلال السعودي تاني 5 اهداف واتغلب 5-4، في ظل كمان ان الهلال السعودي كان مطرود منه لاعب. كولر ركز قوي على اخطاء العين الدفاعيه في حاجتين مهمين قوي اتكلمنا عليهم قبل كده. العين عنده مشكله خطيره جدا في المسافه ما بين الباك والمساك اللي جنبيه، المسافه اللي ما بينهم دايما بتبقى فاضيه نتيجه طلوع الباك عشان خاطر يهاجم، والمساحه دي قدر يستغلها لعيبه الاهلي كويس قوي، لكن ما ظهرش منها فرص بالدرجه غير فرصه حسين الشحات اللي عملها 1 2 هو واسامه ابو علي، وضيع انفراد مهم جدا في بدايه الشوط الاول قدام العين. والكره الثانيه امام عاشور من نفس الناحيه، برضو الناحيه اللي فيها حسين الشحات، برضو سدد تسديده رائعه جدا من على خط المرمى وصدها حارس العين. دي اول نقطه. النقطه الثانيه برضو الميزه اللي عند مارسيل كولر الضغط العالي. استغل مشكله برضو دفاع العين في ان هو ما بيعرفش يطلع بالكوره عن طريق خط دفاعه، وابتدى يضغط عليه بشراسه قويه جدا. ابتدى ان هو يحجم فريق العين ويخليه ما يعرفش يطلع بالكوره من تحت. واللي ساعد كمان الثلاثي القداماني وامام عاشور في الضغط ده التقفيل الكويس اللي كان عامله مارسيل كولر من مروان عطيه واحمد نبيل كوكا. البلوك ده احنا اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت قدام الزمالك، هو نفس البلوك بالظبط اللي نجح فيه كوكا ومروان عطيه قدام الزمالك، نجح فيه برضو الاثنين قدام العين الاماراتي. لا بالعكس، ده كمان الدافع اللي كان عند اللعيبه في مواجهه العين الاماراتي خلاهم ينجحوا ببراعه وبامتياز في ان هم يقفلوا خط نص العين
ويمنعوه ان هو يبني هجمه بطريقه سلسه او بباصه 1 2 او باختراق من العمق او حتى من على الاطراف. واعتمد فريق العين طوال تقريبا 30 دقيقه في الشوط الاولاني على الكور الطويله المرسله من الدفاع للهجوم، واللي كان بياخدها دفاع الاهلي عن طريق رامي ربيعه وياسر ابراهيم، نتيجه طبعا لان سفيان رحيمي اللي المدرب اختاره ان هو يلعب كمهاجم ما كانش ناجح في العاب الهواء، فالاثنين تقريبا سيطروا على كل الالعاب الهوائيه وكل الكور الطويله اللي جايه من دفاع العين. لكن اهم نقطه بقى عايزين نتكلم عليها وتميز مارسيل كولر، واللي اداله التميز ده في نص الملعب زي ما اتكلمنا برضو في ماتش الزمالك، هما الاثنين احمد نبيل كوكا ومروان عطيه. الاثنين دول نجحوا في ان هما يعملوا بلوك قدام خط نص العين الاماراتي في ان هو يخترق من العمق، عملوا كمان بلوك قدام الاطراف بتاعه العين الاماراتي، وما شفناش الاطراف خالص بتاع العين الاماراتي قدرت ان هي تخترق من على الاطراف ويعملوا عرضيات او ان هم يخترقوا ويروحوا على الجون ناحيه محمد الشناوي خالص طوال المباراه. كمان قدروا ان هم يستردوا الكره الثانيه، ودي حاجه مهمه جدا عملها مروان عطيه، لان مروان عطيه قدر عن طريق الضغط القوي والشرس والسرعه في الضغط ان هو ياخد تقريبا كل الكرات الثانيه اللي مرتده من دفاع العين لما بتتقطع من لعيبه الاهلي. وكمان برز الشغل ده اللي عمله مروان عطيه احمد نبيل كوكا في تمريراته الدقيقه والمميزه، سواء كانت طويله او باصه 1 2 مع امام عاشور او على الاطراف ناحيه طاهر محمد طاهر او حسين الشحات. مارسيل كولر التنوع بقى اللي بتاع الضغط اللي اتكلمنا عليه، كان بيتنوع الضغط ما بين ضغط قوي جدا عالي وضغط متوسط في بعض الاوقات، وده نجح فيه خاصه بعد الهدف اللي سجله وسام ابو علي نتيجه الضغط العالي. النموذج القوي للضغط العالي واللي تنفذه لعيبه الاهلي بحذافيره هو بسببه سجل وسام ابو علي الهدف الاول للنادي الاهلي، ومن بعديها الاهلي ابتدى يرجع يعمل خط ضغط متوسط وبيميل شويه ان هو يبقى خط ضغط منخفض، وكان عايز يعمل مارسيل كولر بلوك متوسط في نص الملعب بحيث ان هو يقدر يستغل رغبه لاعبي العين في التعادل، وان هم هيسيبوا مساحات كتيره ما بين خط النص وخط الدفاع، ومساحات كبيره هتبقى موجوده في خط ظهرهم، وما بين ان هو كمان يامن منطقه جزاؤه ويمنع لعيبه العين ان هم يقربوا ناحيه مرمى النادي الاهلي وحارس عرينه محمد الشناوي. ده اللي كان في دماغ مارسيل كولر، واللي اللعيبه بتاعت النادي الاهلي ما نفذوهوش قوي في الشوط الاولاني، وشفنا لعيبه الاهلي عندها مشكله قوي في ان هم يعملوا البلوك في نص الملعب، وابتدينا نشوف البلوك بتاع النادي الاهلي او خط الضغط بتاع النادي الاهلي بيرجع ليه قدام منطقه الجزاء، وهنا شفنا اكتر من فرصه بيقدر يخلقها لعيبه العين خاصه من على ناحيه الشمال. الباك الشمال المميز إيريك اللي عمل اكتر من كوره قدر يخترق بيها دفاع النادي الاهلي، وغاب التوفيق عن اكرم توفيق وطاهر محمد طاهر في ان هم يقدروا يقفلوا الجبهه دي كويس. لكن الحمد لله كل الكرات العرضيه او الكرتين العرضيتين اللي اتلعبوا من ناحيه إيريك كلهم طلعوا بره. مع انتهى بقى الشوط الاولاني وبدايه الشوط الثاني، كل الناس تخيلت ان مارسيل كولر هيركن الاتوبيس لورا وهيستقبل لكمات وهجمات نادي العين وهيدافع، لكن مارسيل كولر فاجئ الكل وابتدى الشوط الثاني زي ما ابتدى الشوط الاولاني بضغط عالي وضغط متقدم. استغل كمان رغبه لعيبه العين في ان هم يحرزوا هدف التعادل والمساحات اللي كانوا سايبينها ورا خط دفاعهم وما بين خط النص وخط الدفاع، لغايه اما الاهلي سجل الهدف الثاني الرائع الجميل جدا. ولو بصيت على كره الهدف الثاني هتلاقي 4 من لعيبه النادي الاهلي رايحين على 3 بس من لعيبه العين، وانهاء مميز جدا ورائع من امام عاشور. امام عاشور ربنا بيكافئه بالجون ده في الماتش ده عشان خاطر هو في الماتش ده فكر في الفريق، فكر في ان هو يفيد الفريق اكتر ما كان بيفكر في نفسه وان هو يسجل هدف. ركز في الملعب وركز في الكوره، فعشان كده برضه ربنا اكرمه بهدف من اجمل الاهداف اللي اتسجلت على استاد القاهره. فدي رسالتنا لامه، طول ما انت مركز في الملعب، طول ما انت بتفكر في الفريق مش في نفسك، ربنا ان شاء الله باذن الله هيكرمك وهيكرمك كويس قوي قوي قوي. بعد الجون رجعنا تاني لتنوع الضغط اللي بيعمله مارسيل كولر، وابتدى يعمل البلوك المتوسط. الاهلي كده كسبان 2-0 وهيستنى بقى يشوف العين هيعمل ايه. لعيبه العين حست انها في كماشه مضغوط عليها، حتى لما بتحاول ان هي تهاجم المساحات اللي بيسيبوها ورا ظهرهم بقوا خايفين منها،
فابتدينا نشوف الباكات بتاعه نادي العين بيستنزفوا بدنيا بشكل كبير جدا، لدرجه ان الراجل طلع الاثنين عشان خاطر يحاول يضغط على دفاع النادي الاهلي قصاد كماشه كان عاملها مارسيل كولر ما بين الضغط العالي والضغط المتوسط. اوقات الكوره بتبقى مع دفاع العين فبيضغط ضغط عالي، ولما الكوره بتعدي وتوصل لنص الملعب بيرجع تاني يضغط ضغط متوسط ويعمل بلوك متوسط عشان خاطر يمنع لعيبه العين ان هم يخترقوا من على الاطراف او من العمق. واللي برز الشكل ده زي ما قلنا الاثنين مروان عطيه واحمد نبيل كوكا، اللي نجحوا طوال المباراه في ان هم يحكموا سيطرتهم واستحواذهم على نص الملعب بشكل تام، وما قدرش لعيبه العين ان هم يعملوا اي حاجه قدام الاثنين دول. ولو بصيت حتى على وسام ابو علي بعد الجون الثاني هتلاقيه بيشاور لعيبه الاهلي اللي بيحاولوا ان هم يضغطوا ضغط عنتري او ضغط متقدم ان هو يشاور لهم لا ارجعوا، احنا دلوقتي في المرحله بتاعه ان احنا نعمل بلوك متوسط ونضغط في نص الملعب، ما نطيرش لقدام ونضغط على منطقه جزاء العين. فهتلاقي وسام ابو علي الكوره دي او اللقطه دي بتتكرر منه في اكتر من موقف مع لعيبه النادي الاهلي، وده يبين لك ان لعيبه الاهلي كانت مركزه، كانت محضره للماتش كويس. مارسيل كولر كان قاري فريق العين كويس ومحضر ازاي يقفل على مفاتيح لعبه، لدرجه ان احنا ما حسيناش بسفيان رحيمي في الملعب حتى لما نزل لابا كوجا، والكره الوحيده اللي عملها على مرمى محمد الشناوي عن طريق عرضيه مميزه جدا ومرت الحمد لله بسلام جنب القايم. يبين لك ان مارسيل كولر هو ده مارسيل كولر، يبين لك ان هو ذاكر الفريق اللي قدامه كويس، قدر ان هو يستغل الامكانيات اللي معاه كويس. وهنا انا برجع الوم نفسي الاول قبل ما الوم اي حد. مارسيل كولر ما رماش الفوطه زي انا ما قلت او زي ما غيري قال مع الاداء السيء اللي حصل في مباراه السوبر الافريقي او حتى قدام سيراميكا كليوباترا. ممكن يكون مارسيل كولر طلب طلبات معينه من مجلس الاداره وما اتحققتش، واعتقد ان مجلس الاداره لو حقق طلبات كولر هيحقق نتائج احنا ممكن ما نتوقعهاش. ولك ان تتخيل ان مارسيل كولر مع كل اللي احنا بنتكلم عليه والنقص العددي اللي عنده في الكواليتي اللي هو محتاجه، قدر ان هو يحقق النتيجه دي قدام العين، اللي كل الزملكاويه طالعين يقللوا من الفوز قدام العين. لا، فريق العين قيمته التسويقيه ضعفين النادي الاهلي. تخيل انت قدرت ان انت تكسب مباراه زي دي باداء ونتيجه. يعني انت ما كسبتش كده من عند الله، لا انت كسبت كمان بنتيجه كويسه. قدرت ان انت تحجم فريق العين وتهاجمه حتى في الوقت بدل الضايع. يعني في الوقت بدل الضايع بتمارس الضغط بتاعك العالي عن طريق عمر كمال عبد الواحد، وبيقدر ان هو يروح هو وسام ابو علي عن طريق ضغط وسام ابو علي ويباص الكوره عمر كمال بيروح بيها انفراد وبيحصل عرقله وياخد ضربه جزاء في الوقت بدل الضايع بيسجلها محمد مجدي قفشه. ده في الوقت بدل الضايع. توزيع المجهود اللي عمله لعيبه الاهلي من الضغط العالي والضغط المتوسط والبلوك اللي كانوا عاملينه طوال الشوط الاول والشوط الثاني، ده اللي خلاهم يقدروا ان هم يكملوا طوال ال 90 دقيقه. يعني احنا شفنا مروان عطيه بيخرج تقريبا في اخر دقيقه وبينزل مكانه عمر الساعي اللي نزل تقريبا ثواني والحكم بيصفر، وبيحصل على ميداليه جديده مع النادي الاهلي ويفوز بكاس الثلاث قارات في بطوله الانتر كونتيننتال. الاهلي بطل لافريقيا واسيا والمحيط الهادي او الاوقيانوسيا. الاهلي دايما هو رافع اسم مصر واسم افريقيا. دايما اي نتيجه مستحيله على اي حد بتبقى سهله على النادي الاهلي طول ما هو وراه الشعب اللي كان موجود في الاستاد، والاداء الرجولي من معظم لعيبه النادي الاهلي في الملعب. كلهم كانوا لعيبه استثنائيين قدام العين. مش هتقدر تقول فلان احسن من فلان او فلان كان وحش. مروان عطيه هو ابرز لاعب واللاعب اللي تقريبا خد العلامه الكامله في المباراه، يجي بعديه احمد نبيل كوكا وبعد كده امام عاشور ورامي ربيعه، لكن كلهم كانوا نجوم فوق العاده. كلهم ادوا الادوار التكتيكيه اللي مارسيل كولر طلبها منهم بحذافيرها. طاهر محمد طاهر كان بيقوم بالادوار الدفاعيه كما يجب، وكان كمان بيكمل كمهاجم تاني ويستلم الكوره ويميل على خط النص عشان خاطر يفضي مساحه وراه كما يجب. وزي الكتاب ما بيقول كان بيعمل الشيفتنج ما بينه وبين حسين الشحات زي ما الكتاب ما بيقول. اللوم الوحيد اللي ممكن الومه على لعيبه الاهلي قدام العين فرصه حسين الشحات اللي كانت في الدقائق الاولى. حسين محتاج جون عشان يرجع حسين اللي احنا عارفينه. الف مبروك لشعب النادي الاهلي ولمجلس ادارته ولمارسيل كولر وجهازه الفني وللعيبه الرجاله على الاداء والنتيجه
اللي احنا بنحبها ونأملها دايما من اعظم فريق في الكون، اكبر نادي في افريقيا والوطن العربي، النادي الاهلي. وبس دي كانت كل تحليلاتنا وتعليقاتنا عن فوز النادي الاهلي الكبير بكاس الثلاث قارات في بطولة الانتركونتيننتال، وفوزه الكاسح على زعيم اسيا نادي العين الاماراتي. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هياخد كاس التحدي اللي هيقابل فيها الفائز من الامريكتين، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، وهتبقى ان شاء الله باذن الله البطوله دي الاهلي هياخد منها اكبر مكاسب قبل ما يروح الصيف اللي جاي ان شاء الله لبطوله كاس العالم للانديه. ما تنساش عزيزي المشاهد لو عجبتك الحلقه تدعمنا بشير ولايك للفيديو، وكمان سبسكرايب للقناه، واستناني في حلقه جديده مع الباش لعيب، والسلام عليكم.